منتخب هولندا الطرف الأقوى في هذه المجموعة السادسة. هارد لك حظ أوفر كابتن حاتم، ظهور مخيب، خروج مخيب لمنتخب تونس، ونتيجة ثقيلة أيضا على المنتخب التونسي أمام اليابان. يعني النتيجة كانت متوقعة حقيقة بعد الأداء المخيب للآمال. يعني لا نستطيع بمعنى أن نتكلم عن المنتخب التونسي أنه كان يستحق شيء في المباراة. يعني صفر فرصة حقيقية يعني طيلة 90 دقيقة وأكثر بقليل. يعني نتكلم على كأس عالم، تظاهرة عالمية، أنت لا تستطيع صناعة فرصة، ثم تتكلم على يعني مستوى الكرة التونسية. وأنا قلت لك قبل، الكرة التونسية مشكلتها أعمق من مباراة كرة قدم. يعني احنا في تونس عندنا ملعب وحيد مؤهل أن يلعب فيه، يستجيب للشروط أو المعايير التي تضعها الكاف. ملعب وحيد. يعني أنت لما صفاقس يتأهل نادي صفاقسي أو النجم الساحلي لابد أن يلعب في ملعب محمد العقبي في رادس، ولا لا يستجيب الملعب، لا تستجيب. هذا واحد. اليوم أكيد أنه الاتحاد التونسي، طبعا نتكلم على الجامعة التونسية والمسؤولين يتحملوا المسؤولية. لأنه في ماذا يتحمل المسؤولية؟ هم أسباب المشاكل، لكن المشكل أعمق أنه من الاتحاد. يعني المشكل أعمق لأنه الوزارة في تونس هي اللي كانت ضد تعيين مدرب أجنبي في البداية. يعني وزارة الرياضة هي التي كانت ضد تعيين مدرب أجنبي، ولذلك اتجه الاتحاد التونسي بعد ما وجدت الوزارة ضد التعيين فذهبت المدرب المحلي. وما هي وجهة نظر الوزارة حول عدم تعيين مدرب أجنبي برأيك؟ يعني الانفاق يعني دفع يعني بالعملة الأجنبية. كانت الانفاق ام ان المدرب التونسي اكفأ من المدرب الاجنبي؟ لا هي كانت رافضه يعني دفع الاموال. ومع انه مع هذا احنا لما تم تعيين المدرب التونسي، تم تعيين سامي طرابلسي. سامي طرابلسي طلبت منه كذلك الوزاره والاتحاد التونسي لان يكون هو المدرب في كاس العربيه، وكان ضد انه يمسك لانه كاس العربيه كان الفريق الثاني. فلما مسك صار اخفاق يعني، فكان رده فعل سلبيه من الجمهور. ثم كاس افريقيا كان مستوانا مقبول الى غايه الخروج، لم يكن بالمعنى السيء ولم نكن متميزين. لكن سامي طرابلسي يعتبر الذي كان اكثر استقرارا على مستوى اكثر استقرارا. انت اليوم سامي طرابلسي عينته كمدرب وحكمت فيها، تعرف ركله جزاء في مباراه مالي اعتقد في الدقائق الاخيره وكنا متاهلين، ولو تاهلنا كان يستجيب للشروط عقد سامي طرابلسي لاستمر. فهنا نتكلم على زياد جزيري يعني المدير الفني او في المنتخب التونسي مع رئيس الاتحاد ونائب الرئيس. فانت اليوم اللي استجاب لشروط النقد، وكان النقد ويعني وهذا سبب يعني الصحافه التونسيه او المنابر الاعلاميه في تونس معنى جعلت منها انه جهويات اكثر منها مصلحه المنتخب، جعلت منها لانه سامي طرابلسي من جهه معينه وسامي طرابلسي كذا. فكان نقد ليس رياضي، يعني لا اتكلم عن النقد الرياضي لان النقد الرياضي نحن نقبل نقد رياضي في كل الاحوال، نقد فني نقد بعيد فني. عن التجريح. هو تخطى هذا. لكن هل فعلا سامي طرابلسي يحسب على جهه معينه؟ يعني هو من جهه صفاقس، وجهه نظر البعض يعني من جهه صفاقس يعني فكان نقد وضرب بمعنى لانه من هذه الجهه، وكان مع نقد يومي وليس نقد فني. لا اتكلم عن النقد الفني. سامي طرابلسي حقق نتائج ايجابيه على مستوى التاهل كاس العالم وعلى مستوى كذا وعلى مستوى النتائج وعلى مستوى العديد من الاشياء. ولكن ما العيب ان يكون منتخب تونس مع سامي طرابلسي وسامي طرابلسي